عام 1979 وصل مصطفى الفقي للهند، بلاد العجائب كما يقول غالبية الرحالة عبر التاريخ. تجاوز الفقي النشاط الدبلوماسي ليغوص في المجتمع الهندي وعاداته وطقوسه الغريبة. وليس غريباً أن يقول كل من ذهب للهند بأنها تركت أثراً في نفسه وسلوكه. فترة الهند لما انتقلت لها، أنت في مذكراتك ذكرت أنه أغرب فترة مرت عليك في حياتك. بلد العجائب دائما نسمع الهند، وش الغريب فيها؟ تجربة ضخمة. لما ترجع للمفكر العربي البيروني، قال إن الهند بلاد فيها كل الأشياء الفاضلة والمرذولة أيضا، بلد المتناقضات، بلد الغنى الفاحش والفقر المدقع، بلد البراهمانز أعلى الطبقات والهاريجنز المنبوذين تحت، بلد فيها كل اللغات، كل الثقافات، بلد تجد البقرة تسد الشارع والعربية واقفة في الحر والحرارة داخلة على 50 ومحدش يعمل كلاكس حتى لا يزعجها. عندهم مواريث وأفكار ضخمة، ولكنها أمة عظيمة، دولة كبيرة. أنا بستغرب، كان عندنا مثل في مصر لما يحب واحد يهزر مع واحد يقول له أنت هندي، يا ريتنا بقى هي هنود. أمة جادة، أصبحت دولة نووية، دولة فضاء، بيصنعوا العربيات المرسيدس. كنا احنا وهم في يوم من الأيام في الستينات بنعمل مشروع مشترك للطيارة، نعمل احنا الانجن المعدة الموتور وهو يعمل البودي الحاجة الأقل. شوف أين هم وأين نحن الآن. احنا فرحنا بالاستيراد وفتحنا البلد على مصراعي. هو لا، هو بنى دولة قوية جدا وراسخة، أكبر ديمقراطية في العالم، أكبر دولة ديمقراطية في العالم. وشوف رغم الفقر ده والتفاوت الطبقي هناك، إنما في قبول عام ورضا بين الجميع، على اعتبار إنه ما يناله في هذه الحياة سوف يعوضه في الحياة الأخرى. تقول إنه الهند أثرت عليك حتى في جانب احترامك لكل الموجودات. صحيح، الكائنات طبعا، لأنه بيهتم بالبرص ويهتم بالصرصار وما تقتلش حاجة من غير سبب. شلون؟ البنت الشغالة تحط إيدها كده، إيه، الفار يطلع على إيدها، مش يجري زي هنا. لا، لم يرث في تراكمات جيناته بتاعته إنه يخاف من الإنسان، ما بيخافش، أنا مش هعمل له حاجة. بقول له كنت قاعد مع الراجل ببيع لي حاجة، كل شيء أدوس على حشرة كده زي النملة الكبيرة، لما حاجته عايز يمشي قال لي أنت قاتل. قلت له قاتل ليه يا ابني؟ قال لي ده حشرة. قلت له ده حشرات مؤذية بتقرص. قال لي لا، لو ما أذيتهاش ما حصلكش حاجة. أنا بروح القلعة الحمراء الريد فورت كنوع من التعبد كل أسبوع، وأقضي طول الليل في وسط التعابين بيلفوا حواليا، وأنام مسترخي تماما وأستيقظ صباحا لا ضرر. شعرت بصدمة لما جيت الهند؟ في الأول كانت بناتي صغيرين، سلمى وسارة وأنا ومراتي، وكل شيء كان صعب. ما تقدرش تشتري ثلاجة هندي الأول شوية وتتعب، ما تعرفش تستورد حاجة. أجهزة تكييف تقعد 3 أشهر على ما تيجي، العربية المكيفة تقعد مدة على ما تيجي. كل ده أدى إلى كثير